عارفين الحقنه الغاليه بتتاخد بعد الولاده، اللي هو جاي يخطبك بيسالك انت بوزيتيف ولا نيجاتيف، عشان هيشوف هيدفع وقت الولاده قد ايه. ايوه بالظبط، هي دي حقنه الار اتش اللي بتسميها برضو عامل ريسس فاكتور دي. انا دكتور احمد بدر الدين هكلمك النهارده عن الحقنه دي بكل تفاصيلها. اولا، هو ايه فاكتور دي؟ ده بروتين موجود على كرات الدم الحمراء، ولما بيكون موجود يبقى انت كده ار اتش بوزيتيف، لو مش موجود يبقى انت كده ار اتش نيجاتيف او سالب. وده اللي بيحدد نوع فصيله الدم. يعني اللي بيكون ار اتش بوزيتيف بيبقى فصائل دمهم موجب، يعني او موجب، اي بي موجب، اي موجب وغيره. واللي بيكون ار اتش سالب بتكون فصيله دمهم سالب، يعني ايه سالب مثلا وهكذا. طيب المشكله هنا فين بقى؟ المشكله عندنا واختلاط دم ار اتش سالب بطفل ار اتش موجب خلال الولاده. الجسم الار اتش سالب ده مش عنده البروتين ده على سطح كرات الدم الحمراء بتاعته، فبيشوف البروتين ده اللي داخله ار اتش موجب كجسم غريب، واللي بيكون لها اجسام مضاده بتهاجمه. في اول حمل ما بيكونش اجسام مضاده وبتعدي الحمل سليم من غير اي مشكله. المشكله بقى بتكون في تاني حمل، لان الاجسام المضاده المتكونه في الجسم الام من الار اتش السالب الاولاني عددها بيبقى كبير جدا، وبتروح لدم الطفل الثاني وتعمل تكسير لجميع كرات الدم الحمراء بتاعه الطفل وهو جوه رحم الام. من هنا جت بقى فكره حقنه الار اتش. دي عباره عن اجسام مضاده لبروتين ار اتش الموجوده على كرات الدم الحمراء الخاصه بالطفل، عشان تمنع كرات الدم الحمراء بتاعه الطفل انها تنتقل للام وتحفز الجهاز المناعي للام، فبيمنع الام انها تكون اجسام مضاده ممكن لا قدر الله تعمل مشاكل خطيره جدا للطفل التاني. تاخديها امتى الحقنه دي بقى؟ تاخد حقنه واحده في خلال اول 3 ايام بعد ولادتك. الحقنه دي مهمه جدا عشان خاطر الطفل التاني. ومعلش انا عارف انها بتكلف كتير، بس حياه اولادنا وحبه ليكي ما يتعوضش.